قصتنا النهارده بتحكي عن قرد فريد من نوعه اسمه فيفو، كان عايش حياته كلها في مدينة هافانا الساحرة، وبنلاقيه بيقضي أيامه بالطول والعرض في استعراضات مزيكا مع مغني كبير في السن اسمه أندرس، وبنعرف إن الحظ جمعهم زمان سوا وفضلوا عايشين مع بعض من ساعتها بمنتهى الحب والسعادة، وبالرغم من إنهم مش بيتكلموا نفس اللغة إلا إن كان عندهم نفس الشغف بالمزيكا والألحان، وبتيجي لأندرس رسالة من المغنية المشهورة مارتا، وبتكون عايزاه يشاركها حفل غناها الأخير على مسرح مامبو كابانا في ميامي، وفي اللحظة دي طبعا بيحس إن الدنيا كلها مش سايعاه من كتر الفرحة، وساعتها كل الناس كانت بتشجعه انه يسافر لها، اما بقى فيفو كان هيموت ويعرف ايه حكاية صاحبة الجواب دي، وبيبدأ اندرس يحكي له ان مارتا كانت شريكته في الغنى زمان، ومش بس كده دي كمان كانت حب حياته، لكن القدر قرر انه يلعب لعبته معاهم لما بتيجي لمارتا فرصة كبيرة للشهرة في مدينة ميامي، وساعتها ما بيقدرش انه يقف في طريق حلمها، وكتب كل مشاعره دي في اغنية والله اعلم هتشوفها امتى، وعشان كده اول لما وصلته دعوة الحفلة كان حاسس ان الحياة بتديله فرصة تانية، وطبعا بنلاقي قلبه وعقله طايرين من الفرحة، لكن فيفو كان خايف جدا من فكرة السفر لمدينة غير هافانا، وساعتها اندريس بيحاول يقنعه ان الايام واللحظات الحلوة لسه هيعيشوها في مسرح الفن والدلع كله، وعلى طول بيبدأ يجهز نفسه للسفر، وبيكون كل هدفه انه يوصل الاغنية لحبيبته مارتا، اما بقى الاستاذ فيفو كان معترض على الاخر ومش عاجبه اي حاجة من اللي بتحصل حواليه، وساعتها بيمر قدام عينيه شريط ذكرياته مع اندريس، وبيحس ان علاقتهم اقوى من اي حاجة في الدنيا، وفي اللحظة دي بيقرر انه يقف جنبه وما يتخلاش عنه مهما حصل، وتاني يوم بيحاول يعتذر له عن سخافته معاه، لكن بيتفاجئ بمصيبة كبيرة ما كانتش على البال ولا على الخاطر، وساعتها بيحاول بايده واسنانه انه يحافظ على رسالة صاحبه، ويا عيني حالته كانت تقطع القلب على الاخر، وبتبدأ كل الناس في هافانا انها تودع اندريس، وبنلاقي مدام روزا وبنتها جابي جايين من فلوريدا عشان مراسم العزا بتاعت عمهم، وساعتها بتعرض جابي على فيفو انها تاخده يعيش معاهم، لكن هو كان في اللي مكفيه اصلا وما كانش فايق لها، وزي ما انتم شايفين بقى حاسس انه وحيد جدا بعد ما فقد اغلى حد عنده في الدنيا، وفي الوقت ده بيحس انه لازم يحقق امنية اندريس، وبيقرر انه لازم يوصل اغنيته الاخيرة لمارتا زي ما كان عايز قبل ما يموت، وبيتعهد لنفسه انه هيقدر يكسر كل الحواجز والحدود عشان يقدر يوصل لهدفه، وفي نفس الوقت جابي كان نفسها تعيش مع فيفو، لكن مامتها كانت دايما رافضه فكره وجود الحيوانات في حياتهم، وهنا بتيجي لفيفو فكره بنت جنيه، وبيقرر انه يسافر معاهم من غير ما حد ياخد باله، ويا عيني على الحلو لما اتبهدلوا الايام، بس الحمد لله بيوصل بيتهم بالسلام، وكالعاده جابي ومامتها روزا كانوا شغالين خناق مع بعض زي كل يوم، وبتصمم روزا تقنعها انها تروح تبيع كيك مع فرقه دولارات الرمل عشان يكون عندها حياه واصحاب حواليها، لكن جابي كان كل اللي في دماغها المزيكا ومش شايله هم اي حاجه في الدنيا، وبيحاول فيفو يدور على اي مخرج يطلعه من الشنطه، وطبعا جابي كانت هتموت في جلدها وافتكرت ان الشنطه ملبوسه، وساعتها بتقرر انها تتحدى خوفها وتفتح الشنطه، وبتتفاجئ بوجود احلى فيفو، وبتبدا تعمل له استعراض كده اخر الاجه على اغنيه راب من تاليفها، وطبعا طريقتها بتكون غريبه جدا بالنسبه له، وبتحكي له فيها عن مأساتها مع مامتها وقد ايه انها مش قادره تفهم احلامها وموهبتها في المزيكا، وهنا فيفو مش بيلاقي حل قدامه غير انه ياخد ديله في اسنانه ويطلع يجري من المكان، وكان كل اللي شاغل باله ازاي يوصل للفنانه مارتيا، وبيحاول يجرب حظه في باص رايح على مكان الحفله، لكن للاسف بيكون ممنوع ركوب الحيوانات، فبيضطر يرجع تاني لجابي عشان يحافظ على نفسه من الحيوانات المفترسه، وساعتها بيوريها الاغنيه وبتفهم اخيرا السبب الحقيقي ورا وجوده في فلوريدا، وبتتاثر جدا من حكايه اندريس مع حبيبته مارتا، وبتفضل تدور على اي وسيله يوصلوا بيها لمسرح مامبو كابانا، وبتحاول كمان انها تقنع روزا بفكره الحفله، لكنها للاسف بترفض، وهنا بتقرر انها لازم تعتمد على نفسها، وفي نفس الوقت ده مارتا كانت بتستعد لحفل اعتزالها اللي خلاص باقي عليه ساعات قليله جدا، وما شاء الله زي ما انتم شايفين جابي ما يتخافش عليها، وقدرت انها تحجز تذكره لباص ميامي، لكن لسوء الحظ بتلاقي في وشها فرقه دولارات الرمل، وبيكونوا مستغربين جدا من عدم مشاركتها معاهم السنه دي، وبيطير عقلهم اول لما بيشوفوا صاحبنا فيفو، وبيبقوا مش مصدقين انه حيوان نادر زيه موجود وسطهم، وللاسف بيسرحوا في الكلام، والظاهر كده ان هيفوتهم الباص، وهنا بتحاول جابي انها تلحقه في المحطه الجايه، والغريب ان زمايلها بيبقوا عايزين ينقذوا فيفو من تحت ايديها، لان شكلهم كده كانوا فاكرين انها خاطفاه، وساعتها بيفضلوا يطاردوها ومش بيسيبوها في حالها، لحد ما جابي بتقرر انها تنط من على الجسر، وواضح كده انها مش نافعه في اي حاجه خالص، وكمان بنلاقيها ما شاء الله مستمتعه بكل الكلام ده، ويا عيني على فيفو اللي خلاص بيبقى هيتشل منها ومن عمايلها، وطبعا بيحاولوا انهم يلاقوا اي خطه بديله عشان يقدروا يوصلوا الرساله لمارتا قبل فوات الاوان، وفعلا بتنجح جابي انها تعمل مركب صغير على قدهم، والحمد لله بينطلقوا من جديد في رحلتهم لمدينه ميامي، وفي نفس الوقت ده روزا بتكتشف بالصدفه اللي بنتها عملته، وشكلها كده هتسود عليها عيشتها، اما بقى فيفو وجابي كانت رحلتهم مش احسن حاجه، وبيدخلوا وسط غابه ما يعلم بيها الا ربنا، وساعتها بيحاولوا انهم يسلوا نفسهم باي حاجه يمكن يقدروا يخرجوا نفسهم بره المود ده، وبيلاقوا الحل في المزيكا اللي فعلا قدرت انها تقرب المسافات بينهم، وكمان بتملاهم بالحماس والامل وسط المغامره بتاعتهم، وفجاه بتقوم عاصفه بتقلب حالهم 180 درجه، وبيحاولوا انهم يحافظوا على الرساله قبل ما تضيع منهم،
وهنا للاسف حظهم السيء بيخليهم هم اللي يضيعوا من بعض. وفي الناحيه التانيه روزا كانت داخله في مطارده مع باص ميامي عشان كانت فاكره ان بنتها جواه، ويا عيني ما تعرفش انها في ورطه. وفي نفس الوقت فيفو كمان كان بيدور عليها وبيلاقي في طريقه طائر اسمه دينكارينو وشكله كده حكايته حكايه، وبيطلب منه المساعده في انه يلاقي جابي. لكن للاسف جبتك يا عبد المعين تعني لقيتك يا عبد المعين عايز تتعان. وبنلاقيه نفسه يعترف بحبه للكراش بتاعته فالنتينا ويعيشوا مع بعض في حب وصوصوه. وساعتها بيشجعوا الاستاذ فيفو انه يروح لها، وكمان بيصارحها بكل مشاعره اللي موجوده جواه. والحمد لله بتتحل مشكله دينكارينو مع حبيبته. وفي الاخر سابوا فيفو لوحده مش عارف يعمل ايه في مشكلته. وفي مسرح مامبو كابانا بنلاقي ان البروفات شغاله كويس، لكن مارتا عقلها كان مشغول باندرس ويا ترى هيجي امتى. اما بقى جابي كانت لسه بتدور على الرساله اللي من حظها السيء وقعت في ايد فرقه دولارات الرمل، وبيكونوا عايزين يساوموها على الرساله مقابل انها تسلمهم فيفو، اللي في نفس الوقت بيوصل لمنطقه في الغابه بس شكلها كده مليانه لبش على الاخر. وساعتها بيظهر لفيفو تعبان باينه كده تعبان في دماغه، والظاهر ان كل الحيوانات بتخاف منه وبيضربوا له تعظيم سلام. وزي ما انتم شايفين التعبان المفترس بيحاول انه يعمل من فيفو وجبه شهيه، بس الحمد لله دينكارينو بينقذه في اخر لحظه. وطبعا ده عشان يرد له الواجب اللي عمله معاه قبل كده. ومش بس كده، ده كمان هيساعده هو وفالنتينا في انه يلاقي صديقته جابي اللي بتكون لسه مكمله هي وفرقه دولارات الرمل في مسيره البحث عن فيفو. وفجاه بيهاجمهم نفس التعبان المفترس اللي قالب الغابه، وطبعا مش قادر احكي لكم كان ناوي يعمل معاهم ايه، لكن لحسن الحظ فيفو بيسمع الصريخ بتاعهم، وساعتها بيدخل في تحدي جامد جدا مع التعبان المتوحش. وما شاء الله عليه بيقدر انه يعمل معاه فوق الصح، وبيخليه يلف حوالين نفسه ومش بيلاقي اي مخرج. وفي اللحظه دي بيقدر البطل فيفو انه يرجع لحضن جابي من تاني، وعلى طول بيعملوا معاهده سلام مع شله دولارات الرمل. بس للاسف الرساله بتكون راحت في شربة ميه، وساعتها بيحس فيفو بالحزن والندم لانه ما قدرش يحافظ على الامانه اللي سابها له اندرس قبل ما يموت. وسبحان الله بنلاقي جابي كانت حافظه الاغنيه وقاعده بتدندن بيها على المركب، وبكده بتكون الاغنيه ما ضاعتش لان فيفو كان حافظ اللحن كمان. وبيقرروا انهم يكملوا في رحلتهم لميامي، وبتحاول جابي باستخدام الايباد بتاعها انها تسجل اللحن، وفعلا بينجحوا هما الاثنين انهم يكتبوها تاني واحسن من الاول. وبعدها بيحاولوا انهم يسرعوا الوقت عشان يقدروا يوصلوا لمارتا قبل ميعاد الحفله. واخيرا الحمد لله بيقدروا انهم يوصلوا بر الامان، وعلى باب المسرح بيحاولوا انهم يلاقوا اي طريقه للدخول. وفجاه بتطب عليهم روزا، وفي اللحظه دي بيدخلوا في مغامره جديده مع امن المسرح. لكن للاسف جابي بتحس انها خلاص فقدت الامل، وبتقرر انها تخلي فيفو يكمل المهمه لوحده، بس بتوعده هتكون معاه بقلبها. واخيرا بيقدر فيفو انه يوصل لمارتا في الوقت المناسب، وسبحان الله بيكتشف ان هي كمان كان قلبها متعلق باندرس. ولما بتشوف الرساله بتقرر ان الاغنيه بتاعته هتكون مسك الختام في حفل الوداع لمشوار حياتها الفني. وبكده بيكون فيفو قدر انه يقوم بمهمته ويحقق امنيه صاحب عمره. وفي نفس الوقت ده روزا كانت بتتخانق مع جابي لانها للاسف ما كانتش مصدقه اي حاجه من اللي بيحصل، وبيحس بيها فيفو وبيوصل لها في الوقت المناسب. وساعتها بتتاثر روز جدا لانها اخيرا بتفهم اهميه اللي بنتها عملته. وساعتها بترحب بالعبقري فيفو في عيلتهم المتواضعه، وبتاخدهم على المسرح عشان يتفرجوا على الحفله الاخيره لمارتا اللي بتكون فخوره جدا بوجودهم معاها اليوم ده، وبتبدا تحقق حلم اندرس زي ما كان بيتمنى. وزي ما انتم شايفين بتغنيها من كل قلبها، وبتكون حاسه بكل كلمه بتقولها. وفي اللحظه دي بيحسوا بروح اندرس حواليهم، وبيتاكدوا ان كل حاجه عاشوها معاها هتفضل ذكرى في قلوبهم العمر كله. وتاني يوم بنلاقي فيفو وجابي بيجهزوا نفسهم على سنجة 10 عشان يعملوا استعراضات مزيكا يكسروا بيها الدنيا. ومن هنا بنعرف ان مفيش حلم مستحيل، وان الصداقه والمغامره هي المفتاح لتحقيق كل الاهداف في الحياه. وعشان كده خليك دايما صديقنا المفضل، واعمل احلى لايك واشترك معانا في القناه عشان يوصلك احلى بندق.